صباح الخير يا زيزي، تعالي. ام عبير عندي على فكرة من بدري عشان تلم الشقة بسرعة، وانتي تعالي بقى ايدك معايا بقى يا حبيبتي يا اختي عشان نبتدي نشتغل وننجز في حاجة العزومة. تمام يا ديدي، الحاجة متبلاها من بالليل في التلاجة، جبتها معايا حتى. صحيح، ما تنسيش تأكدي على اوردر الممبار والسمبوسك اللي طلبتيهم اونلاين امبارح من محل خالته. على فكرة كانت فكرة حلوة جدا لان ما عندناش وقت نعملهم من الاول، يدوبك نقلي قبل الفطار وخلاص. حصل يا ستي حصل، وكلها ساعة وتلاقي الأوردر وصل على الباب حالا. ما تقلقيش، هيتشال في الفريزر ويطلع على القلي على طول. قوليلي صحيح، هي ام تامر جاية بعيالها ولا جوزها ولا جاية بعيالها وجوزها؟ صحيح، ده انا نسيت احكيلك، دي كلمتني امبارح بالليل وقالت جوزها مسافر مش جاي معاهم، هي وولادها بس اللي جايين. عامة هما العيال ما شاء الله اخر شقاوة. تفتكري نخبي الفازات بقى ولا نعمل ايه في الحاجات اللي ممكن تدشدش؟ مش للدرجة دي يعني يا ديدي، بس الاحتياط واجب برضو. على فكرة كان حسين بيقول ليلى وابنها بس اللي جايين. طب وماله، ايه اللي يريحهم؟ وطالما حسين مبسوط ومرتاح كده خلاص. انا خلصت الاوض والبلكونات، مش بقى الا الريسبشن وحمام الضيوف. ربنا يقويكي يا ام عبير. طب والنبي تشهلي بقى علشان تلحقي تخلصي معانا اكل العزومة دي وتروحي قبل المغرب، وما تقلقيش فطارك اكيد انتي وولادك من اكل العزومة معانا، هتاخديه سخن وطازة. تسلمي تسلمي، الله يزيدك ويوسع عليك ان شاء الله، يخليكي ما تحرم منكم يا رب. ايه يا ام عبير، مفيش الكلام ده بينا، انتي واحدة من البيت. قوليلي يا ديدي، اكدتي على حسين يجيب معاه بسبوسة؟ انا خايفة ينسى. ايوه، وكمان بعتنا لصفحة ليلى سكيك، هجيب منها اونلاين، بتعمل كنافة عثمانية انما ايه هتعجبكم جدا. يا ماما اقسم بالله لو حد فيكم فتح بقه ولا حرك حاجة من مكانها عند الناس لحبسكوا اسبوعين ما تشوفوا الشارع، فاهمين ولا لا؟ اهلا يا ام تامر، اتفضلي يا حبيبتي. ازيكم يا ولاد؟ الله، وما بيردوش ليه؟ يا معلش بقى يا اختي، اصل انا مديهم تعليمات عشان الشقاوة. يا حبايبي، طب ادخلوا العبوا مع فرح في الأوضة دي. يا ماما دخلتيهم اوضتي ليه بس؟ انا تعبت في ترويقها وتنظيفها، هيبهدلوها كده. معلش يا فرح يا حبيبتي، هبقى روقها لك بعد ما يمشوا على طول. طيب يا جماعة اتفضلوا على السفرة، المدفع ضرب خلاص. كل سنة وانتم طيبين. اهلا يا متامر. ياه والله زمان يا استاذ حسين، زي ما انت ما شاء الله عليك، حليوة وشيك. الف مبروك، سمعت عنك اخبار حلوة ما شاء الله. مين القمر اللي قاعدة هناك دي؟ هي دي ليلى خطيبة حسين؟ ايوه دي ليلى، الحمد لله ربنا جمعهم على خير بعد سنين. ماما انا مش قادرة اكمل اكل. ماشي يا حبيبي، ودي طبقك في المطبخ واغسل ايدك واقعد اتفرج على التلفزيون على ما نخلص اكل. اهدى يا زيزي، هي عروسة حسين عندها ولد؟ ايوه يا ام تامر، كانت متجوزة وما حصلش نصيب واتطلقت، عادي يعني بتحصل. عيني عليك يا حسين، كنت خدت واحدة تبقى اول بختها زي ما هي اول بختك. ملوش لزوم الكلام ده يا ام تامر، كل واحد حر يعمل اللي يريحه، وبعدين وطي صوتك ليلى هتسمعك كده. سيبيها يا زيزي. بصي يا ام تامر، في حاجات مش بايدينا، بتبقى نصيب. تسلم ايديكم يا جماعة، انا شبعت الحمد لله، هنستأذن احنا. استني بس يا ليلى، هي ما تقصدش تضايقك، ليه كده بس؟ استني يا ليلى، انتي مش غريبة، كلنا عارفين ان لولا الظروف كان زمانك انتي وحسين متجوزين من زمان وعايشة وسطنا من ساعتها. وعلى العموم كل شيء نصيب. كلام ام تامر اكيد انتي سمعتي زيه كتير قبل كده، يعني مش اول مرة تسمعيه، لان معظم الناس في مجتمعنا للأسف بيفكروا بالطريقة دي. بس مش كل الناس بتفكر بنفس الطريقة برضو يا ديدي. أنا عن نفسي شايفة إن كل حد من حقه ياخد فرصة تانية ويعمل اللي يريحه في حياته طالما مش بيضر حد. وبعدين انتي مش عارفة يا ليلى إن سبب رفض حسين الجواز إنه مش قادر يا حبيبتي يحب غيرك؟ ده انتي حب العمر يا بنتي. يا بنتي ده من كتر ما حسين بيحبك ما كانش والله مصدق نفسه يوم قراية الفاتحة واحنا نازلين من عندكم، كان وشه منور يا حبيبي وكأن روحه رجعت له من سنين. يوه انا اسفة والنبي، ما كانش قصدي يا حبيبتي، حقك عليا. سامحيني بقى، ده رمضان كريم والله اكرم. في ايه يا تامر بتوشوشني ليه؟ عايز ايه؟ ادي فلوس.
ده وقته والنبي، في ايه بس يا تامر يا دي الكسوف؟ لا مؤاخذة، اصل هو بيحب ينزل يشتري حلويات بعد الاكل. حالا يا حبيبي هنجيب الحلويات، بس نشيل الأكل من على السفرة الأول.